خالص. اتبهدلنا وكأننا بنشجع نادي من كوكب تاني، ولا بيحسوا ولا عندهم دم ولا عندهم اي حاجه. مين؟ كلهم، كل النادي الاهلي بدون استثناء حاسين ان احنا بننزل من السما نشجع الاهلي ونطلع السما تاني، ولا بيحسوا ان احنا مثلا بني ادمين وكل ده بنحب النادي الاهلي، ولا بناخد منهم حاجه ولا عايزين منهم حاجه. لما بنتزنق بنقول لهم بس تعالوا بس حسوا بينا، حسوا بينا احنا بني ادمين. ورحنا لهم النادي امبارح وقعدنا معاهم، يا جماعه حسوا بينا، ابعتوا لنا حتى محامي درجه 5. مفيش، ولا ميتين، ناس ميته، ولا بيحسوا ولا عاوزين اي حاجه. ولما بيحتاجونا بيجي يقول لك روحوا اقفوا قدام شجعوا الفرقه، اعملوا الفرقه. اول ما بيكسبوا ولا بياخدوا بطولات يبقى الناس دي بالجزمه، ياخدوا بالجزمه، خلاص مش محتاجيننا في اي حاجه. سمير، يعني خلينا برضو نتكلم يعني نتكلم بالمنطق. كلمتوا حد من النادي الاهلي؟ فعلتوا مع مين؟ مع مين؟ مش هقول اسماء. مين زي مين يا سمير؟ انا مش هقول اسماء. هو كل واحد عارف ان احنا كلمناه، وما سيبناش حد ما كلمناهوش، من اصغر واحد لاكبر واحد في النادي الاهلي، من اصغر واحد. بس اقسم بالله ما في واحد سال. امبارح كنا عندهم قال لك الساعه 9 الصبح هيجي لكم حامي، ولا جه حتى ساعي، فحرام يعني، حرام يحسوا بينا شويه، يحسوا بينا، حسوا ولا بناخد منهم حاجه. تذاكر على حسابنا، مواصلات على حسابنا. احمد، احد مشجعي التراس اهلاوي، يعني متواجدين بقالكم 4 ايام في اسماعيليه. الحقيقه كانت صعبه شويه في الموقف اللي حصل في مباراه الاهلي والاسماعيلي والقبض على مجموعه من مشجعي النادي الاهلي. انت شايف الدنيا عامله ازاي والناس بقى لها 4 ايام مش عارفين عنهم اي حاجه، ولا بيدخل لهم اكل ولا بيدخل لهم شرب. وبعد ما قرار اخلاء السبيل طلع وقالوا هيخرجوا من الاسم، احنا قدام الاسم اهو دلوقتي ومش عارفين عنهم اي حاجه. احمد، يعني احنا كنا متواجدين، يعني هم قالوا من اسم المفروض راحوا لسجن المستقبل، المفروض هيجوا على اسم اول، لكن واضح انها ساعات قليله، وزي ما قرار المحكمه النهارده بالافراج عنهم النهارده، فواضح انها ساعات قليله والازمه هتنتهي ان شاء الله. يا رب، احنا مش عايزين غير كده. احنا رحنا سجن المستقبل، قالوا اللي هم ما جوش، قالوا هم راحوا على اسم اول، جينا اسم اول قال لك لسه ما جوش من سجن المستقبل. فاحنا مش عارفين هم عايزين ايه. خلاص الناس دي خدت عقاب وقعدوا 5 ايام ما حدش عارف عنهم حاجه، وفي قضيه شغاله، وفي خلاص بقى النيابه قررت ان هم اخلاء سبيل. المفروض الناس دي تخرج قانوني، اللي هم ممشينا قانوني الناس دي تخرج. مين موجود يا احمد من اصدقائك او اقاربك داخل الاسم؟ كلهم صحابنا جوه، احنا جايين عشانهم، يعني ما ينفعش يبقوا في محنه ونسيبهم ما نجيش. بشكل عام راضي عن الاجواء الرياضيه انها تاخد هذا الشكل وهذا المنعرج في التوقيت ده؟ بصراحه الوضع مش كويس، بس في ادارات انديه بتقف جنب المشجعين بتوعهم. احنا مش شايفين كده من اداره الاهلي. اداره الاهلي حتى لو احنا صح ما يقفوش جنبنا. الناس، جمهور الاتحاد، جمهور الزمالك، جمهور الاسماعيلي، اي حد بيعمل حاجه ما يباتش في الاسم يوم، الا جمهور الاهلي هو اللي دايما مظلوم، ما حدش بيقف جنبه. المشكله الاول خالص ان النادي جاب لنا اتوبيسات نصها حكومه، ما كانش فيه غير 40 نفر بس، وبيت الناس كلها كانت واقفه. يعني الحكومه كانت واخده نص الاتوبيس حضرتك، فده ينفع ازاي؟ فراحت الناس واخده بعضها ونزلت وراحت على حسابها، ورغم ان احنا دافعين للنادي 4000 جنيه حق التذاكر. انا عاتب النادي الاهلي لان هو المفروض يقف جنب جماهيره، وجايين الاسماعيليه ورا لحد هنا وهو ولا وقف معاهم ولا اي حاجه. المفروض حتى يبعت على الاقل محامي يقف ورا الناس اللي اتمسكت دي. ماشي، النادي منظم رحله واحنا كنا حاجزين، والكشوفات بتاعتنا عند حجز النادي وكل حاجه. جينا لقينا هرجله في الرحله، مفيش تنظيم من اداره النادي، مفيش اي حاجه خالص. خدنا بعضينا وطلعنا على القطر. مفيش حد بيتبهدل في مصر زي جمهور الاهلي، وللاسف يعني اداره النادي ما بتقفش مع حد، واحنا متعودين على كده وعارفين على كده. ناس كتيره مننا اتحبست في اسيوط، في اسماعيليه، في كذا، في بورسعيد، في كفر الشيخ، في كل حته. احنا اتعودنا ان اداره النادي ما بتقفش معانا، بس احنا ما ينفعش نسيب صحابنا وما ينفعش نسيب الناس لوحدها. احنا لازم نبقى سند ليهم في الازمه، في وقت الشده. يعني لازم نبقى سند ليهم، احنا نقف معاهم، مش شرط اداره النادي عشان احنا بنحب